صباح الفل، انا مريت النهارده هعمل لكم اسهل والذ بسكوت اقتصادي من غير بيض ولا زبده ولا حليب. هيكون صيامي وفي نفس الوقت هيتعمل كده في الخلاط مره واحده، فبجد وصفه سهله وسريعه. تقدروا تقوموا على طول تعملوها بعد الفيديو، هيطلع معاكم كده هش ومقرمش وزي الفل. ولو اول مره بتشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو ومشاركه، وتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مريت شيف صغير. معايا بقى في الخلاط او الكبة نص كوباية من السكر اللي حبيباته ناعمة او سكر يكون بودرة، وعليه نص كوباية من الزيت. وبعد كده هضربهم كويس قوي مع بعض لحد ما اللون كده يبقى عندي فاتح معايا. بعد كده هضيف باكو من الفانيليا، وهضيف ربع كوباية من المية، مية عادي فترة مش دافية ولا حاجة. وبعد كده هضرب المكونات كويس تاني مع بعض، يعني مثلا 3 دقايق كده لحد ما اللون يبقى فاتح خالص لونه ابيض. المكونات الجافة بقى هحتاج لكوباية ونص من الدقيق اللي يكون بتاع البسكوتات او متعدد الاستعمالات. اهم حاجة ان انا انخله كويس، وبعد كده هحط عليه ربع كوباية من النشا، وهحط كده رشة صغيرة من الملح. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من معالق الشاي بيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة مع بعض، وبكده بقت المكونات كلها جاهزة معايا. وهحط بقى المكونات السائلة على الدقيق. في البداية مش هستعمل ايدي، هقلب كده بمعلقة لحد ما تندمج كل المكونات مع بعض السائلة بالدقيق. اهم حاجة ان انا يعني بلاش اعمل بايدي في الاول عشان خاطر من الحواس الدنيا. وبعد ما اتاكد ان المكونات كلها بقت طرية كده زي ما انتم شايفين، لسه طبعا هتكون بتلزق في المرحلة دي، وهي لسه بتلزق كده هقسم العجينة دي نصين، نص هحط عليه كاكاو والنص التاني هسيبه عادي كده بالفانيليا. النص اللي انا هحط عليه كاكاو دوت هطلعه بره. وبعد كده النص اللي بقى اللي انا يعني هحط عليه دقيق، لازم هعجنه فلازم هزود عليه شويه دقيق لانه زي ما انتم شايفين بيكون لسه طري قوي. فانا هحط حوالي معلقتين كبار من الدقيق. ممكن تحتاجوا معلقه، ممكن تحتاجوا اتنين، حسب بقى نوع الدقيق اللي انتوا بتستعملوه في الوصفه. فطبعا الدقيق انواع وبيختلف من مكان للتاني. المهم انتوا هتعتمدوا ان العجينه بتاعتكم لمت وفي نفس الوقت ما هيش قاسيه، لا هي ما زالت لينه بس مش سايبه قوي. فهي عجينة البسكوت يعني بتكون ماسكة نفسها شوية، اقدر ان انا اشكلها بايديا من غير ما تلزق في ايدي. فده اللي هتعتمدوا عليه، قوام العجينة ان هو يكون متماسك وفي نفس الوقت مش قاسي قوي، مش تفتفت مني، لا متماسكة بس لينة حبة. بعد كده لميتها في ايدي زي ما انتم شايفين ازاي هي طرية وفي نفس الوقت متماسكة، بتبصم كده لما احط صبعي فيها. المهم ان انا دلوقتي بقى هسيبها في الطبق واغطيها كده بكيسة او حاجة عبال ما احضر التانية. التانية استعملت عليها كاكاو خام مش محلى، ده كاكاو اسمه كاكاو الاسباني. حطيت برضو عليها معلقتين من الكاكاو، ممكن تحتاجوا معلقة ونص لمعلقتين حسب برضو العجينة. فانتوا الأحسن سواء في الدقيق سواء في الكاكاو ضيفوا بالتدريج، يعني ضيفوا المعلقة بالتدريج لحد برضو ما العجينة برضو تلم معاكم تبقى بنفس الملمس والقوام بتاعت العجينة التانية. وادي شكل العجينة بعد ما لميتها، برضو نفس الكلام، طرية لينة وفي نفس الوقت هي ماسكة نفسها، ولما اضغط عليها بصبعي كده بتعلم بسهولة. دلوقتي هغطي بقى العجينتين بكيستين يعني، واحطها في التلاجة بس 10 دقايق، وبعد كده هشتغل فيها. بالنسبة للشكل اللي شفتوه اول الفيديو، فانا المرة دي بقى هكور العجين لكور صغنطوطة كده. سواء بقى الكاكاو او الفانيليا انا هحطهم في نفس الصينية عشان اتأكد ان الكاكاو استوى. هعرف كده من البسكوت الفاتح، لما البسكوت الفاتح ياخد لون فهعرف كده ان الكاكاو استوى، لان طبعا بيكون لونه غامق. عارفين الهراسة بتاعة التوم؟ هي دي بقى اللي انا عملت بيها الشكل بتاع البسكوت الفانيليا. وبالنسبة بقى للبسكوت اللي بالكاكاو فانا استعملت البصامة عادي اللي هي بتاعة الكحك دي. ده شكل الفانيليا، وبعد كده ده شكل البسكوت الكاكاو، الاتنين شكلهم يعني حلو كده ولذيذ. في الوقت ده انا مولعه الفرن على درجه حراره كده متوسطه، هدخل الصينيه. الرف اللي في النص هيقعد حوالي 15 دقيقه، يعني انتوا يعني راقبوها كده بعد 15 دقيقه. المهم تكون النار متوسطه،
وبس كده. اول ما تاخد بس لون خفيف كده من الجناب طلعوها من الفرن وسيبوها كده بره شويه 5 دقايق بس تهدى، لانها هتكون طريه شويه، وبعد كده بتبتدي تنشف لما بتطلع بره. وبس كده هتكون مقرمشه وحلوه قوي معاكم. واتمنى تجربوا الوصفه وتبعتولي التطبيقات بتاعتكم، ومستنيه رايكم في التعليقات. اشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.